ايام قليله جدا وتبدا سنه 2023. كل سنه وحضراتكم طيبين. ومع بدايه السنه هتبدا اكبر فرصه للربح من اليوتيوب، وهو تفعيل الارباح على الفيديوهات القصيره واضافه شرط جديد للربح من اليوتيوب، وهو ال10 مليون مشاهده. بخصوص ال10 مليون مشاهده فهكون سايب لك فيديو في الوصف وفي اول تعليق مثبت بتكلم فيه عن الطريقه اللي تجيب بيهم ال10 مليون مشاهده في شهر واحد. لكن في حلقتنا النهارده هنجاوب على اكتر سؤالين بيتسالوا بخصوص تفعيل الربح من الفيديوهات القصيره، وهو ازاي هنحط اعلانات على الفيديو القصير علشان اليوتيوب يبدا يحط لنا الارباح بتاعتنا. وتاني سؤال، ازاي احط صوره على الفيديو القصير. وهنا امر الصوره المصغره على الفيديو القصير هيبقى مختلف شويه عن الصوره المصغره العاديه اللي احنا بنعملها اللي هي 1280 في 720. الصوره على الفيديو القصير هتكون زي الصوره المصغره اللي انت بتشوفها على الفيديو في التيك توك او في كواي او في الانستجرام او حتى في ريلز الفيسبوك، ان هي تبقى جزء او لقطه من الفيديو وانت بتكتب عليها كلام عشان تخلي المشاهد يدخل على الفيديو. ده هيبقى نظام الصورة المصغرة للفيديو القصير. ففي حلقة النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نحط اعلانات على الفيديوهات القصيرة علشان الفيديو بتاعنا تنزل عليه اعلانات مباشرة ونكسب منه لما يتم التفعيل رسميا اول السنة الربح من الفيديوهات القصيرة، وكمان ازاي نحط الصورة المصغرة على الفيديو بتاعنا. ده اللي احنا هنعرفه النهاردة. اول حاجة يا شباب هنفتح مع بعض كده منصة اليوتيوب، بعد كده هتدوس على علامة الزائد دي وندوس على انشاء فيديو شورتس، عمل فيديو قصير. ممتاز جدا، كده انت شغلت الكاميرا عشان تبدأ تعمل فيديو قصير. اول حاجة عندك فوق على الشمال زي ما انتم شايفين رقم 15 دي معناها ان الفيديو هتبقى مدته 15 ثانية، ولكن احنا لو دوسنا عليها كده مباشرة الفيديو هتتحول مدته وتكون 60 ثانية اقصى حاجة للفيديو القصير. عندك هنا طريقتين لعمل الفيديو القصير على القناة، يا اما تسجل مباشرة، تدوس هنا على زر التسجيل وتبدأ تسجل نفسك، او انك مباشرة تدخل على الجهاز بتاعك لو انت مصور فيديو قبل كده او واخد جزء من فيديو قبل كده وتبدأ ترفعه كفيديو قصير. فانا حاليا هبدأ اختار فيديو من على الموبايل وارفعه على القناة كفيديو قصير. هندوس هنا كده يا شباب وابدأ اختار اي فيديو من الفيديوهات دي، وليكن مثلا هختار الفيديو ده يا شباب. تمام، هيبدأ هنا يحمل الفيديو معايا، والفيديو هنا مدته كاملة 33 ثانية. هدوس كده على تم، هيبدأ يعالج الفيديو اللي انا اخترته. ممتاز جدا يا شباب، كده الفيديو خلاص اتعالج وجاهز على استكمال باقي الخطوات. شايفين الشريط الاحمر اللي فوق ده مدة الفيديو، ومعناه ان لسه عندك مساحة او وقت انك تكمل على الفيديو ده، تكمل عليه كفيديو قصير. عشان كده مديني امكانيه ان انا اكمل تصوير، ولكن خلاص انا استكفيت بالفيديو ده ومش عايز اكمل حاجه تانية. هي دي المده اللي انا عايز ارفعها كفيديو قصير. طبعا الاختيارات دي هنبقى نشرحها في فيديو بعد كده، ازاي تعمل فيديو قصير بشكل احترافي، ازاي تضيف فلتر، ازاي تسرع الفيديو، ازاي تبطئ الفيديو، كل حاجه. المهم احنا هندوس على علامه الصح دي. ممتاز جدا، ده الفيديو القصير اللي انت اخترت ان هو يترفع. عندك هنا يا اما تضيف صوت لو انت عايز تضيف صوت، هنا نص، وهنا توقيت ظهور النص على الفيديو، وهنا لو انت عايز تضيف فلاتر. احنا مش عايزين حاجه من الحاجات دي، هندوس على التالي. ممتاز جدا، كده الفيديو بتاعنا اصبح جاهز. اول حاجه عندك هنا بتكتب عنوان الفيديو القصير وهنسميه مثلا فيديو قصير، حاجه كتجربه يعني. تمام. طبعا هنا مستوى العرض هتخليه غير مدرج، مش هتخليه علني، احنا مش هننشر الفيديو، انا بس بعرفك. كمان ما ينفعش تنشر الفيديو الا لما تفعل عليه الربح، فاحنا هنخليه غير مدرج، ليس مخصص للاطفال، تسيبها زي ما هي. بالنسبه للتعليقات انت عايز تسمح بالتعليقات كلها، عايز تحيل كل التعليقات للمراجعه، مش عايز تعليقات او احاله بعض التعليقات للمراجعه وزياده مستوى التشدد. انت اختار زي ما انت عايز عشان تراقب التعليقات بتاعتك. ونيجي بقى لنقطه الصوره المصغره، ازاي هنضيف صوره مصغره على الفيديو. لو تفتكروا قبل كده وانت بترفع فيديو قصير، لو انت رفعت فيديو قصير قبل كده ما كنتش هتلاقي هنا علامه القلم دي. شايفين علامه القلم دي ما كانتش موجوده، اصبحت موجوده دلوقتي عشان تحط صوره مصغره على الفيديو، او تختار صوره مصغره تضيفها على الفيديو، صوره او لقطه من الفيديو اللي انت مصوره. هندوس كده على علامه القلم دي وجايب لك هنا الفيديو بتاعك بشكل كامل، وانت تبدا تختار اللقطه اللي انت عايزها تكون صوره مصغره، وليكن انا هختار اللقطه دي. وبعد كده هتدوس على تم، كده انت خدت لقطه من الفيديو او صوره من الفيديو كصوره مصغره. دي الصوره اللي هتظهر على الفيديو المصغر او الفيديو القصير، اسف، في خلاصه الفيديوهات القصيره في الاقتراحات. لو الفيديو القصير ظهر كاقتراح، دي الصوره اللي هتظهر قدام المشاهد. خلصت كل
كل حاجه هتدوس بعد كده على تحميل فيديو شورتس، ولو دوسنا كده على مشاهده التحميل هتلاقيه زي ما انتم شايفين كده بدا يحمل الفيديو. فانا هستنى تحميل الفيديو ونكمل مع بعض الشرح. ممتاز جدا يا شباب، كده تم تحميل الفيديو والفيديو اصبح جاهز على النشر، ولكن زي ما انتم شايفين لسه علامه الدولار مش مفعله، لسه الربح مش متفعل على الفيديو. ازاي افعل الربح على الفيديو؟ بتفتح استوديو اليوتيوب من جوجل كروم، ما تدوس على تنزيل التطبيق، هتدوس على المتابعه الى الاستوديو الالكتروني عشان يفتح معاك الاستوديو زي ما بيفتح على جوجل كروم او على الكمبيوتر. زي ما حضراتكم شايفين كده خلاص الاستوديو فتح معانا على الكمبيوتر. هتيجي هنا عند المحتوى بتاعك وهتلاقي الفيديو بتاعك موجود بالشكل ده اهو يا شباب. نسحب كده مع بعض، ادي الفيديو بتاعك. لو سحبنا كده هتلاقي ان علامه الدولار غير مفعله. ازاي نفعل بقى الربح يا شباب؟ نرجع كده للفيديو وندوس على علامة القلم دي، ندخل على صفحة التفاصيل الخاصة بالفيديو، ومن هنا هنختار تحقيق الربح. طبعا بعد ما تكتب العنوان والوصف والتاجز براحتك، يعني اصبح كفيديو عادي بالنسبة لك، تكتب فيه عنوان تكتب وصف زي ما انت عايز، تضيف كلمات مفتاحية براحتك. هتفتح معاك صفحة تحقيق الربح بالشكل ده. هنبدأ نكبر كده يا شباب وتدوس على الكلمة دي وتختار تفعيل وتدوس على التالي. كده هيفتح معاك صفحة تقديم شهادة ذاتية، ده عشان تقول يعني ان الفيديو بتاعك مش بيتضمن اي حاجة غير ملائمة للمعلنين. هندوس على لا شيء مما سبق ونبدأ من هنا نرسل التقرير. لو في اتاحة ارسال تقرير، مفيش، هتنزل لتحت وتدوس على ارسال. ممتاز جدا. بعد كده هتدوس على حفظ. كده انت فعلت الربح على الفيديو بشكل كامل وصحيح. ولما يتفعل الربح على الفيديوهات القصيرة ان شاء الله في اول السنة، الفيديوهات بتاعتك هتبدأ تجيلك ارباح بناء على المشاهدات بتاعتك. نرجع كده لقناة اليوتيوب على التطبيق. زي ما انتم شايفين الفيديو مش مفعل. لو عملنا كده اعادة تحميل هتلاقي ان الفيديو اتفعل وعلامة الدولار بقت باللون الاخضر والفيديو اصبح مفعل عليه الربح. دي الطريقة الصحيحة والسليمة لتفعيل الربح على الفيديو وإضافة الصورة المصغرة بشكل سليم. دي الصورة المصغرة اللي انت اخترتها من العرض. تعدل على الفيديو زي ما انت عايز، تكتب عنوان تكتب وصف، تضيف كلمات مفتاحية او اسف تضيف علامات وصفية اللي هي الكلمات المفتاحية، تحط الفيديو لقائمة تشغيل براحتك زي ما انت عايز. انت عملت كل حاجة بشكل سليم وبخطوات سليمة. ده كان كل ما في حلقة النهاردة، اتمنى اكون افدتكم. لو عندك اي سؤال سيبوا في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله. انا مش عايزك تقلق خالص، حلقة النهاردة هتطمنك، هتساعدك في الحصول على 10 مليون مشاهدة من الفيديوهات القصيرة. بس قبل ما ابدأ معاك عايزك تقولي كده في التعليقات، انت اشتغلت قبل كده على فيديوهات قصيرة ولا لا؟ ولما نزل الشرط الجديد ده هل بدأت فعلا تعمل فيديوهات قصيرة من دلوقتي وتجرب نفسك وتشوف انت هتنجح ولا لا، ولا مستني لما تنزل بشكل رسمي عشان تبدأ؟ يا ريت تشاركوا معايا في التعليقات الحاجات دي عشان دي مهمة، وتابعوا معايا الحلقة وهتعرفوا ليه انا سألت السؤال ده.